احنا بشكل عام وللاسف ما عندناش ثقافه ان انا الشغل بتاعي او المنتج بتاعي يبقى فيه الحد الادنى من المواصفات، اقل من كده يبقى غير مطابق للمواصفات بتاعتي، او بمعنى اصح خارج دايره نطاق الاعمال بتاعتي، علشان خاطر تحدد شغلك بحاجه معينه. اللي يبقى جاي لك يبقى جاي لهدف معين. الحاجه التانيه وهي ان انا ابقى عارف باقي التخصصات اللي حواليا ايه، او باقي الاعمال المختلفه اللي حواليا. مش لازم بالظبط في التخصص بتاعي، بس باقي التخصصات، باقي الكليات، باقي الناس اللي بتعمل شغلانات انا ممكن احتاجها، انا ممكن ابقى بس مجرد عارف عنها القشور، بمبدا انك تبقى عارف حاجه عن كل حاجه حواليك. بالنسبه للجزء اللي انا بشتغل فيه وهو كاستم ريزيدنشال هاوسز، السوق عامه في مصر في الجزء ده بيتقسم لثلاث احتياجات مختلفين، او خلينا نقول مجازا ثلاث عملاء مختلفين. الاول وده بيبقى مش عايز اي تخصصات هندسيه، ده بيبقى يعني هو اللي هي دي اي واي المشروع بتاعه او البيت بتاعه. التاني وده حد بيدور على الخطوات ترتيبها ازاي، الخطوات دي بتتعمل ازاي، التفاصيل في الشغل ممكن يتعمل ازاي، ممكن يجيب متخصص يعمل له جزء معين، على افتراض مثلا هو اللي هيعمل التقسيمه المعماريه وهو اللي هيعمل الانشائي وهيجيب حد في التصميم الداخلي. فالطريقه الاسلم اللي هي يعني اخلاقيا بنقول عليها هي الاسلم، ان انت كمعماري لما حد يجي لك علشان تعمل الشغل ككل لازم يبقى معاك انشائي كاستشاره، يبقى هو اللي مسؤول عن بند الانشائي في التصميم. التالت وده بيدور على متخصص عشان يعمل له البيت بتاعه ككل. ايا كانت الاحتياجات المختلفه بتاعتك ايه، خلينا نتفق ان لازم يكون في خط ده الاساس اللي انت من اوله هتبدا تفكر في الشغل بتاعك. نوضح النقطه دي بشكل عام علشان تبدا تبان اكتر. كمثال مثلا لو هنعمل مستشفى، اهم حاجه بناخدها في الاعتبار واحنا بنصمم مستشفى هو الفانكشن بتاعتها، الوظيفه بتاعتها ككل، وبعدين الوظيفه بتاعت الاجزاء المعماريه او الفراغات المعماريه بشكل خاص. والمثال الاوضح في المستشفى هي مثلا غرفه العمليات. احنا دايما المبدا اللي بنقوله دايما في كل حته، اهم حاجه لاي فراغ معماري تهويه واضاءه طبيعيه. الفراغ ده بالذات في المستشفى عكس الكلام ده، ممنوع يكون فيه اي اضاءه او تهويه طبيعيه، وده طبعا لاسباب طبيه، ان المريض في غرفه العمليات بتكون المناعه بتاعته منخفضه جدا، فاي حاجه جايه من مصدر خارجي ممكن لا قدر الله تاذيه بشكل كبير جدا، فدي حاجه مرفوضه. فهنا الوظيفه بتاعه الفراغ، الفانكشن بتاعته هي اللي فرضت التصميم هيبقى ازاي او الفراغ ده هيبقى ازاي. حاجه تانية مثلا وانت لو بتعمل فندق فبيكون الاولويه للتصميم، مش معنى كده ان انت هتساوم على الوظيفه بتاعه الفندق، بس الاولويه للتصميم بشكل او باخر. بمعنى مثلا ما ينفعش ان انت تقول انا عندي فندق على الساحل وفي نفس الوقت ما فيش غير 5% بس من الوحدات هي اللي شايفه البحر، كده التصميم ككل اثر على الوظيفه بشكل سلبي. بالنسبه مثلا لمول تجاري، هنا الوظيفه والتصميم الاثنين مع بعض في نفس المستوى او بياخدوا نفس المقدار من الاهميه. وطبعا مش هننسى الميزانيه، لان من غير ميزانيه مفيش مشروع اصلا، بس احنا طبعا في الجزء ده بنركز على الحاجات اللي تخص جهه التصميم اكتر من المالك او مطور المشروع. وطبعا بشكل عام جدا كل حاجه من دول او كل فراغ جوه كل تصميم من دول بيبقى ليه الاعتبارات الخاصه بيه، سواء لاقصى ارتفاع، اقل ارتفاع، المساحه بتاعه الفراغ ككل، الحاجات اللي هي الاساسيات بتاعه كل حاجه معماريه. بالنسبه للحاجه بتاعتنا وهي المنازل السكنيه الخاصه، اتكلمنا قبل كده عن التوفير، وعشان الكلام ما يبقاش متكرر مش هنخلي محور التفكير هنا عن التوفير. من بعد ما بيكون عندك قطعه الارض عايز تطلع بيتك او عايز تبني البيت بتاعك، فاول بند بيجي قدامك وهو الخرسانه او الهيكل الانشائي. وزي ما قلنا قبل كده بالنسبه لدور ارضي واول وتاني وممكن تالت، الهيكل الخرساني ما بيكلفش اكتر من 35% من ميزانيه المبنى، فال 35% دول ما تفكرش اصلا توفر فيهم، لان هو ده الجزء اللي حرفيا هو ده اللي بيشيل المبنى بتاعك. المتعارف عليه في بلادنا هنا في مصر ان الاجيال بتورث البيوت دي من ورا بعضها، بس فعليا البيوت اللي بتورث الاجيال دي من ورا بعضها. فجزء الخرسانه ده انت بتعمله لجيل واثنين وممكن ثلاثه كمان من وراه. وبعد الهيكل الانشائي بيجي دور التصميم المعماري للمبنى، اللي هي توزيعه الفراغات، وده اول حاجه تراعيها فيه هي الاضاءه والتهويه الطبيعيه. تاني حاجه هي التوزيعات الخدميه اللي هي الصرف الصحي والكهرباء. تالت حاجه وهي مسارات الحركه في البيت، بمعنى ان انت اول ما بتطلع المفاتيح من جيبك تلاقي مكان تركن فيه المفاتيح، بتطلع المحفظه من جيبك تلاقي مكان تحط فيه المحفظه بتاعتك. ودول اللي هو احنا بنسميهم البيز لاين بتاعك في التصميم ككل. وعلى الاساس ده الصفحه بتقدم 4 خدمات مختلفين، كل خدمه فيهم بتوفر درجه معينه من المعلومات في التصميم ككل، ودرجه الاشراف والمتابعه مع بنود الاعمال.